السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. ما زلنا ولله الحمد نتابع شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجة المقرئين محمد بن الجزري رحمة الله تعالى عليه، وهو من علماء القرن التاسع الهجري. وصلنا في شرح منظومته إلى قوله رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. وبينا في الحلقة الماضية حكم التجويد. قبل أن ألخص لكم ما قلناه في الحلقة الماضية، أحب أن أنبه على شيء. هذا البيت والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، له رواية أخرى منقولة عن الناظم: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. ولكني عدلت عن تلك النسخة إلى نسخة أخرى، وهي قوله رحمه الله: من لم يصحح القرآن آثم. لما؟ أولا، هناك نسخة في مكتبة لاللي في إسطنبول، نسخة من المنظومة الجزرية، عليها خط الإمام ابن الجزري وإجازة بخطه رحمه الله، مكتوب في تلك النسخة كما ذكرت لكم: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. الأمر الثاني، لما نقول من لم يجود القرآن آثم، دخلت كل أحكام التجويد، وقد فصلت لكم فيها في الحلقة الماضية، وبينا بأن هناك أشياء في التجويد لو تركها القارئ لا يأثم، وإنما يكون ترك الأكمل، خاصة إن لم يكن على سبيل التلقي والمشافهة، وإنما على سبيل التلاوة المعتادة التي كل المسلمين يقرؤون بها. لم يغير المعنى، لم يحرف المعنى، لم يغير الحروف، وإنما هناك صفات تزيينية تحسينية للحرف تركها القارئ. فهل نقول له إنك آثم البعيد؟ كم في هذا الأمر من حرج على الأمة. فلذلك عدلت عن من لم يجود القرآن آثم إلى من لم يصحح القرآن آثم. من لم يصحح يعني من لم يقرأ القرآن قراءة صحيحة. كيف تكون القراءة صحيحة؟ بأن تكون سالمة من تغيير المعنى وتغيير الإعراب، وهو ما يسميه العلماء اللحن الجلي. اللحن الجلي الذي يشترك في معرفته كل الناس. يعني قلت هذا الكلام لأن بعض الإخوة يقولون: لماذا لا تذكر الرواية الأخرى من لم يجود القرآن آثم؟ أنا أرى، والعلم عند الله، أن في قولنا من لم يجود القرآن آثم في هذا الزمان مشقة على الأمة الإسلامية، مشقة وأي مشقة، وفيها تكليف بالشدة، بل وفيها تخويف. يعني حتى مرة شخص من الأشخاص قال لي: لا يا أخي، أنا تركت قراءة القرآن. قالوا لي: اللي ما بيقرأ القرآن بالتجويد فهو آثم، فأنا بدي أخذ حسنات ولا بدي أخذ سيئات؟ فأخرج لي من جيبه سبحة وقال: هي حدثت معي والله يا إخوة، أخرج لي من جيبه سبحة وقال لي: أنا أسبح أخذ حسنات، أقول لا إله إلا الله أخذ حسنات، أستغفر الله أخذ حسنات، أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حسنات، لكن أقرأ القرآن وتقولون لي آثم؟ إذا نحن بهذه الطريقة المنفرة قد جعلنا علم التجويد عبئا على الناس وخوفناهم من تلاوة القرآن. هل نريد أن من الأمة الإسلامية أن تحب القرآن أم أن تخاف وتهرب من القرآن؟ لذلك يا إخوة، هذا الذي جعلنا نميل إلى قول الجزري الموثق عنه: من لم يصحح القرآن آثم، يعني من لم يقرأ القرآن قراءة صحيحة ليس فيها تغيير للمعاني ولا للإعراب. أما دقائق التجويد فيلتزم بها في مقام التلقي والمشافهة من أجل المحافظة على ألفاظ القرآن الكريم عبر نقل الأجيال، عند من يقول: أريد أن أكون مجازا. أما كل المسلمين، أمي وأمك وأختي وأختك وجدي وجدك، كل هؤلاء لما يقرؤون: يا أخي يقرأوا، إذا ما فخموا الراء يعني ما خربت الدنيا، وإذا ما قلقلوا الباء يعني شو صار؟ طالما أنهم ينطقون الباء باء
والتاء تاء، لا يغيرون الحروف، لكن هناك صفات تزيينية تحسينية لم يعتادوا عليها لكونهم من عامة المسلمين، لكبر السن، لم يتعلموا وهم صغار، لما تهيأت لهم الظروف، فلا نريد أن ننفر هؤلاء من تلاوة القرآن. نريد أمة الإسلام كلها أن تقرأ كتاب الله عز وجل ويعلموا ماذا أراد الله منهم، ويعلموا سبب وجودهم في هذه الدنيا. القرآن أوامر ونواهي، افعل ولا تفعل، فلا نريد أن نجعل من التجويد يعني شيئا مخيفا يهرب الناس ويبعدهم من تلاوة القرآن العظيم. الجدول الذي سأريكم الآن إياه إن شاء الله يلخص لنا ما ذكرته في الحلقة الماضية من تفصيل لأقسام علم التجويد: مخارج الحروف، صفات الحروف التي تخرج الحرف عن حيزه إن تم الإخلال بها، هل إن أخللنا بها يخرج الحرف من طاء إلى تاء، من سين إلى صاد والعكس. فالصفات التزيينية التحسينية ما حكم كل منها وما مقام ذلك؟ نرى على الجدول التالي الذي يلخص لنا هذه القضية: حكم الالتزام بالتجويد. بالنسبة لمخارج الحروف، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا. وقلت في الحلقة الماضية معنى حرام مطلقا يعني مهما كان حال القارئ، مهما كان حال القارئ لا يصح أن يجعل الفاء باء أو الباء فاء أو الحاء خاء أو الطاء تاء أو السين صادا إلى آخره من تلك التغييرات للحروف. لا بد من المحافظة على حروف القرآن لأن ذلك يغير المعاني. أما صفات الحروف فإننا نفرق فيها بين أنواع. النوع الأول كما نرى صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، يعني يحوله من حرف إلى حرف، مثل إخراج الطاء إلى التاء كما قلت مثلا الطلاق مرتان، يأتي واحد فيقول التلاق مرتان، ما يصح. نعم، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا، إذن كالأول مثل مخارج الحروف. بينما الصفات التزيينية التحسينية يفرق فيها بين حالتين: الحالة الأولى على سبيل التلقي والمشافهة، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام. ليه؟ لأنه كذب في الرواية. هذا كما قلنا في مقام التلقي والمشافهة، لما أجلس أنا أمام شيخي وأستاذي الذي تلقى القرآن بالسند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلي أن أقلده تماما وإلا فإن حروف القرآن ستضيع. لذلك لا بد من الالتزام بالصفات التزيينية التحسينية كتفخيم الراءات وقلقلة الباءات وإخفاء النونات عند حروف الإخفاء وهكذا من الأمور. أما على سبيل التلاوة المعتادة يعني ليس على سبيل التلقي والمشافهة، فأيضا هنا نفرق بين حالتين: نفرق بين متقن عالم بالأحكام، إن كان إنسان متقن وعالم بالأحكام التجويدية وجلس يقرأ القرآن ويضيع أحكام التجويد التزيينية، ليه يا أخي؟ لماذا تفعل هذا؟ هذا معيب في حقك، وإن كان ليس حراما وليس على سبيل التلقي والمشافهة، وإنما يقرأ لنفسه، لكنه تمر النونات فلا يخفيها عند حروف الإخفاء، تمر الباءات القافات الطاءات لا يقلقلها. لماذا تفعل هذا؟ هذا معيب في حقك. بينما الحالة الأخيرة من عامة المسلمين نقول ترك الأكمل ولا شيء عليه، ترك الأكمل ولا شيء عليه. هذا ملخص لما قلناه في الحلقة الماضية.